تيجي تسأل عن مين اللي بنى أهرامات الجيزة تلاقي رأي بيقولك الفضائيين. فهل يا ترى انت كمان كنت فاكر كده؟ تبريرات كتير، بس خليني اقولك تبرير مهم جدا، وهو ان احنا لو رجعنا بس وعرفنا ايه هو تطور المقابر الملكية هنوصل ان الاهرامات بناها المصري القديم مش اي حد تاني. فتعالى مع بعض نعرفها واحدة واحدة. في البداية كانت عبارة عن حفرة في باطن الأرض، أحيانا بتبطن بالجلد عشان الرمال ما تجيش على المومياء. بعد كده بدأت تصبح حجرات في باطن الأرض، كانت في البداية حجرة، بعد كده حجرتين وغيره بنزل لها عن طريق سلم في باطن الأرض. بعد كده ظهر عندي التطور الأشهر وهو المصطبة. والمصطبة بتتكون من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي غالبا بيكون زي مزار الناس بتيجي تزور فيه المتوفى ويقدموا له القرابين. وأشهر مصطبة موجودة عندنا هي مصطبة فرعون، أو زي ما بيعرف بالملك تشيبسسكاف. بعد كده تطورت المصطبة دي لتصبح 6 درجات. الهرم الأشهر عندي وهو هرم الملك زوس. وخلي بالك إن في أهرامات تانية ذات طبقات زي هرم الملك خعبة وهرم ميدوم في البداية، واللي غالبا بينسب لملك حوني أو ابنه سنفرو. بعد كده أول هرم كامل موجود عندي هو الهرم الأحمر لملك سنفرو، أول ملك في الأسرة الرابعة. بعد كده بنوصل للحدث العملاق بتاعنا وهو هرم الملك خوفو. خليك عارف ان من كثرة عبقرية وجمال المصري القديم الناس بتشكك ان هو اللي بناها. وخلي بالك برضو انك دلوقتي قادر ترد على مين هو اللي بنى الاهرامات.